الملف رقم 443 في كورس السي شارب. كان الملف اللي فات كنا اتكلمنا عن اللينكو في او علاقته بالسيكوال سيرفر داتابيز، وعملنا انسيرت وديليت وابديت وسيلكت الاربع حاجات دول المرة. وكان المثال تقريبا هو المثال اللي هوريهولك دلوقتي ده عملنا المثال ده وشرحناه بالكامل في الملف السابق على طول. ان احنا مجرد سيلكت بتظهر الداتابيز هنا، الجدول يعني من جداول الداتابيز. اي دبل كليك هنا يظهر لي العنصر، اقدر اعمل عليه ديليت ابديت انسيرت. طب المرة دي عايزين نعمل ايه بقى؟ ده مثال انا يهمني جدا. هنتعلم حبة مهارات في الانترفيس، مهارات بسيطة. احنا المهارة دي كنا خدناها قبل كده، مثال هوريهولك ده في كورس الويندوز فورم. مثال الفواتير، ان احنا لما كنا بندوس على اي فاتورة من الفواتير دي كان بيجيب لي يعني من الكومبو بوكس ده كان بيجيب لي النتائج دي هنا وشرحنا ازاي ده بيتم. لو رجعت الكورس الويندوز فورم في المشروع الاخير في الملف رقم، يعني الملف 143 تقريبا، هتلاقي ان احنا عملنا الموضوع ده. هنا لما كنت بختار حاجة من الكومبو بوكس ده كان بيجيب لي ان يعني مثلا كرتونة كذا دي سعرها كمية الكود الرصيد. فدي حاجة من ضمن الحاجات اللي احنا واحنا كنا بنملى الكومبو بوكس دي من تكست فايل. المرة دي احنا عايزين نملى الكومبو بوكس من سيكوال سيرفر داتابيز، من جدول. ومش كده وبس، يبقى احنا هنملاها من جدول وفي نفس الوقت هنعمل فلتر بيها على داتا جريد فيو. شايف انت حضرتك الداتا جريد فيو دي احنا ما عملناها، هي حتى مش عاملين اي حاجة فيها، احنا بنضيف العنصر بيتضاف فيها. فعاملينها احنا المرة اللي في وعاملين لها سيتنج والوان ومش عارف ايه، وتحكمنا في الحاجات اللي فيها. ولو جينا ندخل ونعدل فيها نقدر نعدل فيها يتعدل، ولو كتبنا حاجة غلط ما تكتبش. يعني الملف ده احنا شرحنا فيه كل حاجات كتير جدا خاصة بالداتا جريد فيو وخاصة بالكومبو ليست، وعلاقتها بالريكوردز بالتكست بوكس اللي جنبها دي. طب احنا عايزين نعمل ايه بقى؟ عايزين نعمل حاجة في المشروع اللي فات اللي انا وريتهولك، اللي هو ده. عايزين نعمله نخليه كده. عايز هنا في جدول، هضيف جدول جديد. عايزين نضيف جدول جديد مثلا برانش اي دي. انا كان عندي الجدول هنا ما بعمل ران كده، كان عندي جدول لما بقول له كده كان عندي جدول اسمه برانش. طبعا احنا كده سايبينه يملى كده اوتوماتيك، لا احنا عايزين بعد كده في الملف الجاي دي هنظبط الداتا جريد فيو دي حبة مهارات لازم نتعلمها علشان نبقى اما نيجي نحط اكتر من تيبل نقدر نعمل تنسيق. هنلاقي انه بيضيف لي حقول غريبة عشان العلاقات في الاخر. لا، يبقى انا لازم اتحكم في الديزاين بتاع الداتا جريد فيو دي بايديا، واربط الحقول بايديا، واربط كل حاجة بايديا، ما اخلوش يحط حاجات بمزاجه، واظبط الايه السيتنج بتاعتها. الحاجة التانية، انا عندي هنا الليست دي اتملت بايه؟ اتملت بجدول اسمه البرانش ده فيه البرانش وفيه بيانات. يعني انا لو فتحت السيكوال سيرفر هلاقي البرانش ده فيه البرانش اي دي والبرانش نيم والمانجر بتاعه. والمانجر ده مدير من ضمن المديرين، يعني الاي دي بتاع موظف يعني. والمانجر ستارت ديت، يعني بدأ يبقى مدير في البرانش ده او الفرع ده امتى. فده جدول، يعني جدول الاقسام. انا خدت منه حطوه فيلد بس. البرانش دلوقتي بالتدريج، يعني البرانش اي دي والبرانش نيم بس، وخلاص على كده خدتهم. دخلت ده معانا في السيكوال سيرفر، دخلته ضمن الداتا يعني. فاصبح بس مش كده وبس، احنا عايزين دلوقتي ان هو دخل على ده، انا عامل فلتر على دي، جاب لي بس بتوع كايرو. لو انا غيرت كده جيزة هيجيب لي بتوع الجيزة، دول بتوع الجيزة. يعني طبعا مش كاتب لي هنا الجيزة، بس البرانش اي دي هو 2 دي، يعني دول الجيزة نفسهم. طب انا دلوقتي بتوع الاليكس خلاص برضك دول جاب لي الناس بتوع اليكس، الارقام اليكس دي اللي هو جون 1 وعلي 1. لو انا دوست كده برضك دبل كليك اخلي جون 1 دي اخليها جون بس، واقول له ابديت هيعملها لي ابديت ويجيبها لي هنا. هخلي علي 1 دي دوست عليها كده اخليها علي. يعني ظبطت الدنيا كمان حتى في الاد والديليت والابديت
بيعمل حاجة ويقوم هو ارجع تاني. يعني هنا بقى عندي هنا دي مرتبطة بجدول. اما بختار اي عنصر من هنا، اي عنصر من هنا بيبدأ على طول يبدأ يعمل ايه، يجيب لي فلتر الداتا جريد فيو بناء عليه باستخدام كويري. طبعا كويري خاصة بمين؟ باللينك. فعمل يعني انا ده اساسا بختار العنصر هنا، يبدأ التشينج اللي بيحصل يشغل كويري يجيب لي النتيجة دي بالفلتر ده. وبعدين برنامجنا التاني العادي اللي هو اللي قبليه كان شغال عادي، عملنا تعديلات على البوتونز بس. حتى سيلكت نفسها لما يسلكت، اول ما اعمل له دوس له سيلكت دي يجيب لي كايرو، فلتر على كايرو اول عنصر يعني سيلكت يجيب لي على كايرو. لكن انا لو اخترت حاجة غير كايرو، فاحنا عملنا دي مبدئيا. احنا كمان هنفكر في نعمل حاجة، هنظبط حبة حاجة. كل ده احنا شغالين بجدولين، جدول البرانش، اقف على البرانش. طبعا كان ممكن كمان باستخدام نفس فكرة الفاتورة اللي احنا خدناها في ان اقف على البرانش يجيب لي كل بياناته تحت هنا، ويجيب لي هنا يفلتر لي الموظفين اللي في البرانش ده. وده يفكرنا بايه؟ يفكرنا بالفاتورة. لو وقفت على رقم فاتورة معين او اسم فاتورة او اسم عميل براحتي، يعني لو وقفت على فاتورة مثلا معينة رقم فاتورة يقوم جايب لي، او تاريخ معين، بس خليني الاول في فاتورة. لو وقفت على رقم فاتورة معين، لو كان عندي لستة من الارقام، كل رقم يجيب لي بيانات الفاتورة هنا، وفي نفس الوقت يجيب لي الاصناف اللي فيها، يبقى اقدر اتحرك في الفواتير. يعني كأن البرانش ده الهيد بتاع الفاتورة، وكأن ده يعني ده بيقربنا من الامور. عايز اعمل اديت لاي حاجة هدوس يجي لي بياناته هنا، اعمل اديت وديليت وابديت واظبط، وكل حاجة تتظبط لو في كالكوليشن. يعني بدل ما اعمل اديت وديليت هنا زي ما كان، لا انا بطلع الحاجة بره واعمل عليها اديت وديليت وكده. احنا عايزين نعمل بقى ده. انا هكتفي في الملف ده بشرح اللي انا كنت عايز اعمله عشان اديك فرصة تفكر انك تراجع نفسك في الجزء الخاص بالاخير، ملفات الويندوز فورم اللي انا فتحتها لك، والملف التاني، وتحاول تفكر تشوف انت الكومبو بوكس دي هتعمل فيها ايه. يعني الكومبو بوكس دي هتعمل فيها إيه؟ احنا كان درسنا اللي بنتكلم فيه هو في الكومبو بوكس اند فلتر داتا جريد فيو وباي ات. يعني انا هملى الكومبو بوكس اند فلتر داتا جريد، يعني هملاه بايه بقى؟ بالسيكوال سيرفر داتابيز. يعني انا هملى الكومبو بوكس ده بالسيكوال سيرفر داتابيز من السيكوال سيرفر، مش هملاه بقى من تكست فايل. وهقوم مستخدمه هو نفسه ان اعمل فلتر بيه على الداتا جريد ايه فيو. وكمان ممكن لو كان عندي ان انا هملاه بجدول تاني هتظهر، ممكن اخلي الداتا بتاعت الجدول تظهر في تكست بوكس جنبيه كده، غير ان هو هفلتر بيه جدول تاني اللي هو جدول مرتبط بيه. فدي فكرة كويسة جدا يعني كبداية. بعد كده هنطور الفكرة دي ثم نطورها لحد ما نتمكن من الادوات اللي هنحتاجها واحنا بنعمل مشروع كبير. بس سنة سنة، يعني دي اول سنة كده، فان انا بربط جدولين واملى ادوات بالداتابيز. انا ملينا الداتا جريد فيو قبل كده، هنملى الكومبو بوكس. حاول تفكر في الموضوع ده، والملف الجاي 444 هحل المثال ده يبقى محلول الشرح بتاعه. طب لو كان عندنا 2 كومبو بوكس، 2 يعني ايه؟ تعال نرجع للمثال كده اللي شغال ده. لا ده اقفله خلاص، هنرجع للمثال ده، ولا ده ليه لازمة برضك. هنرجع للمثال بتاعنا ده. لو انا كان عندي لما باجي اختار بكده كايرو يطلع لي دول هنا، لا انا كمان عايز عادل وهاني ده دول بس الاسمين دول. يبقى في كومبو بوكس هنا، كومبو بوكس هنا فوق هنا في الحتة دي او في اي حتة، يعني يظهر لي بس في الموظفين عادل وهاني. يعني انا اختار كايرو ويجيب لي اسماء بس الموظفين فوق، بحيث ان انا طبعا لو انا كتبت مثلا سي، حرف السي هيبدأ هو مش هيقترح عليا، لان انا ما ظبطتش السيتنج بتاعه الايه، بتاعه الكومبو بوكس. انا قبل كده في برنامج الفاتوره كنا عاملين، اما احنا درسنا الكومبو بوكس في الويندوز فورم، عملنا بقى الاقتراحات ويجيب الداتا منين ويعمل اوتو كومبليت كده يعني، واوتو سجست وحاجات زي دي هنعملها. طب انا دلوقتي هتفيدني الموضوع ده، اكتب كده يطلع لي الليست دي كايرو دي سي. هنا مش بيطلع لي حاجه،
عايز اكتب سي ايه يطلعوا لي دول كده ويقف لي على الاول يعمل فلتر. مش كده وبس، انا عايز كمان يجيب لي لما انا اختار كايرو يجيب لي لستة مفلترها، يجيب لي كومبو بوكس زي دي برضك بالظبط متفلترة فيها بس الناس الموظفين اللي في كايرو. الموضوع ده يفيدني لو عندي اصناف وكاتيجوريز، انا مثلا اختار الكاتيجوري بتاع الصنف يجيب لي الاصناف، اما اجي اكتب فاتورة او اكتب حاجة ما اقعدش بقى اجي احمل الدنيا كلها، واختار بقى اما يطلع لي الصنف ده اختار اسمه يطلع لي بياناته، ادوس انتر ينزل لي في الفاتورة. يبقى انا كده قللت حجم اللود اللي موجود. بوريك بس الافكار بتبني ازاي، الافكار اللي احنا بنفكر فيها. احنا يمكن عملنا مثال الفاتورة في الجزء الاولاني خالص في كورس الويندوز 4، كان مثال انا شايف انه محترم. دلوقتي لما نيجي كمان نشتغل باللينك ونشتغل بالسيكوال سيرفر ونشتغل بقى بالكويريز بتاعته، العملية هتبقى اسهل كادوات معايا، فده هيديني مساحات تانية. انا ممكن على فكرة برضك الفكرة دي، فكرة الكومبو بوكس، اعمل 3 كومبو بوكس. يعني مثلا على سبيل المثال ده تدريب ممكن نعمله. عندي 3 جداول، جدول اسمه الدولة، جدول اسمه المحافظات، جدول اسمه الاحياء بتاعت كل محافظة. انا عايز اختار الدولة يجيلي تحتها كومبو بوكس في المحافظات اللي فيها، وعلى اول محافظة هو مختار محافظة القاهرة يجيب لي كومبو بوكس تاني فيه ليست للاحياء. شفت التسلسل ده؟ عملية الفلتر بتتم ازاي بطريقة معينة آلية، وكل ما اختار حاجة يفلتر لي اللي تحتيها، يعني كذا ليفل. يعني ده الفكر ده مهم ومنتشر، يعني دي افكار موجودة على الانترنت وموجودة في البروجرامينج كتير، وكمان نعملها على الويب كمان بالجيسون، حاجة اسمها جيسون يعني عشان سريع يعني. لكن الاول احنا ما بنتدرب على الافكار دي واحنا شغالين في الديسكتوب ابليكيشن، لما نيجي نعملها في الويب ونعملها في الموبايل ابليكيشن تبقى العملية بتبقى بسيطة. لو عندك اي استفسار او اي اقتراح اكتبه تحت الفيديو، واحنا المحاضرة الجاية هنحل المثال ده. اشكركم، سلام.